تحية مسائية لكم أحبابي متابعي الكرام. وها نحن في وطن حداد مداد وطن النجوم. ها هو النيل يتدفق وهو شريان الحياة. اجري اجري يا نيل الحياة. فلا استقرار ولا نهضة إلا في ذي السلام. فشاهدوا للأماكن الجميلة التي كانت قبل الحرب فكيف صارت الآن. لا شك أن للسلام مهر وخيرات يستفيد منه الجميع، لكن الحرب عندما يتفجر الجميع بيصبح فيها ضحايا، وهنالك من يتكسب من خلال الإراك الدائر. انظر إلى مشروع الجزيرة وانظر إلى الصناعات في بلادي كيف صارت الآن. تخيلوا معي أيها الأحباب أن الدولة التي كانت تصدر للعالم الإبداع وتصدر المنتجات الزراعية والصناعية والسلاح والمعدات، الآن كل هذه المصانع في حالة توقف أو في حالة دمار تام. فما أدري إلى متى تستمر بنا الحال، أو في دوامة الحروب إلى ما لا نهاية، ونفقد كل شيء جميل، حتى كينونة دولتنا الآن أصبحت في خبر كان، بما إنه نحن سلة خزي العالم. فانظروا إلى المشاريع الزراعية المتمثلة في الثروة الحيوانية والزراعية. انظروا أيها الأحباب. وبعد مر التجارب أكيد بيكون في نتائج ما بعد الحرب. وبعد أن جربت الجميع الإراك والاحتراب وأن النتائج فيها كلها سلبية، بكل تأكيد ستفتح هنالك صفحة جديدة في بلادنا، وبإذن الله ستعم الاستقرار وبتنحت سوف يعود كل الطير المحاجر ومن شرده الحروب إلى آخر دياره، وستكون هنالك أروع اللحظات حينما يعود المرء إلى تراب أجداده. وتحية مسائية لكم أحبابي أينما كنتم، ونتمنى لكم أن تكونوا بخير والسلام.